السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم وأفضل وأشمل دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها دائما هي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنا أسألكم بالله عز وجل، هل تركت هذه الدعوة أي خير في الدنيا والآخرة؟ هذه الدعوة شملت خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الرزق، حسنة الزوجة الصالحة والذرية الصالحة والصحة والعافية وراحة البال واليسر بعد العسر والصحبة الصالحة والتوفيق لكل طاعة والسيرة الطيبة ومحبة الناس إلى غير ذلك من خير الدنيا. طيب، وفي الآخرة حسنة، وهو الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ودخول الجنة بغير حساب وصحبة النبي في الجنة والفوز برضوان الله ولذة النظر إلى وجه الله في الجنة سبحانه وتعالى. ثم قال: وقنا عذاب النار، وهو دخول الجنة دون سابقة عذاب. فأي دعاء في الدنيا خير من هذا الدعاء العظيم؟ بل هناك دعاء أيضا كان النبي أيضا يكثر منه صلى الله عليه وسلم، كما ورد عند الترمذي بسند صحيح أنه لما سئلت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا بهذا الدعاء أن يثبت الله عز وجل قلبه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أطهر قلب وأتقى قلب وأخشى قلب لله سبحانه وتعالى بيسأل المولى عز وجل الثبات، فكيف بقلوبنا نحن؟ فنحن أحوج لذلك أن نكثر من هذا الدعاء لنفوز بنعمة الإيمان ونعمة الثبات على الإيمان والتوحيد حتى نلقى الله عز وجل على ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أكبر. فيموت الإنسان على التوحيد، والذي يثبته على ذلك هو الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا بأن نموت على لا إله إلا الله، فالتثبيت هنا من عند الله. وفي الآخرة أي في الإجابة على أسئلة الملكين في القبر، حينما يأتي الملكان لأحدنا فيجلساه ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته المولى عز وجل في هذا الموقف العصيب فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.